يوم عرفة جرّب، وكلنا عارفين إن يوم عرفة هو يوم الخميس اللي جاي، بس في ناس بتطلع تسأل أسئلة وتقول لك إحنا كل سنة بنطلع ندعي وما فيش أي حاجة بتتغيّر، كل سنة المشايخ تكلمنا عن يوم عرفة وفضل يوم عرفة واستجابة الدعاء في يوم عرفة، وإن ربنا بيغيّر الأقدار في اليوم ده، وإن رب العزة بيتنزّل في اليوم ده، وإن رب العزة بينظر لعباده في اليوم ده من السماء الدنيا تنزُّل يليق بجلاله ووجهه سبحانه وتعالى، وكل عام بنطلع ندعي ونسأل ربنا ونصوم وندعي في الفترة اللي بيقولوا عليها المشايخ اللي هي من بعد العصر لغاية المغرب، والفترة اللي هي من بعد الفجر لغاية الشروق، ولكن ما فيش أي حاجة بتتغيّر، كل سنة نفس الكلام بيتكرر. أحب أقول لك إنك غلطان، لأن رب العزة سبحانه وتعالى في اليوم ده بيستجيب لمجموعة كبيرة جدًا من الناس، إن ما كانش مئات يبقى آلافات، وإن ما كانش آلافات يبقى ملايين من المسلمين. رب العزة سبحانه وتعالى بيستجيب لهم في اليوم ده، ولكن ممكن أنت تكون ما تعرفهمش، ما سمعتش عنهم، ما شُفتش أشكالهم ووشوشهم وفرحتهم بالبشرى اللي رب العزة سبحانه وتعالى بشرهم بيها، والدعوات اللي رب العزة سبحانه وتعالى استجابها لهم، والأمنيات اللي حققها لهم، ولكن هم مش ظاهرين بالنسبة لك، أنت ما شفتهمش، ما طلعوش قدامك واتكلموا على السوشيال ميديا وحكوا عن قصصهم وحكاياتهم مع معجزاتهم وكراماتهم مع رب العزة سبحانه وتعالى، ولكن مش عشان أنت ما شفتهمش أو ما سمعتش عنهم يبقى الموضوع ما بيحصلش، الموضوع بيحصل، ولكن أنت ما سمعتش عنهم ولا شفته، والسبب في ده عندك أنت مش عند رب العزة سبحانه وتعالى، لأن ربنا حيستجيب لك، فأنت حاول تجتهد وتكون من الأشخاص أو من الملايين من المسلمين اللي ربنا يستجيب لهم في اليوم ده، مش من الأشخاص التانيين. مش هاقول لك السبب اللي بيخليك تدعي وما بتتحققلكش الحاجة اللي أنت عايزها، بل وهاقول لك الحل اللي يخليك تدعي وتعمل الكلام اللي بيقول لك عليه المشايخ واللي بتطلع ناس كتير تتكلم عنه، وإن شاء الله بإذن الله يتحقق لك الحاجة اللي أنت عايزها، أو المسألة اللي أنت طالبها، أو الدعاء اللي أنت بتدعي بيه رب العزة سبحانه وتعالى في اليوم ده بالأخص. إن أنا في خلال السنتين اللي فاتوا اتكلمت كتير عن القصة دي ونزلت فيديوهات وحكيت القصة بتاعتي اللي حصلت لي واللي اتغير بسببها أقداري وحياتي بسبب يوم عرفة، ولكن أنا طالب منك طلب، اعتبره لله واعتبره صدقة جارية ليك لغاية يوم عرفة. الفيديو ده شيره على قد ما تقدر، وصله لكل الناس على قد ما تقدر، ابعته لحبايبك، ابعته في الجروبات، ابعته لكل شخص تقدر تبعته له، اعمل إعجاب على قد ما تقدر، تفاعل مع الفيديو على قد ما تقدر عشان نوصل المعلومة لأكبر عدد من الناس. وما تنساش إن إحنا في أيام مفترجة كما قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: حبيبي وحبيبك اللي هيشفع لنا يوم القيامة واللي حنتشفع بيه يوم وقفة عرفة بإذن الله، إن اللي يساعد في نشر الخير زيه زي اللي عمل الخير بالظبط. بص يا سيدي، في يوم وقفة عرفة رب العزة سبحانه وتعالى بيتنزل للسماء الدنيا وينظر لعباده تنزل يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وبينظر للعباد ولقلوب العباد وبيستجيب الدعوات، ولكن في ملايين من المسلمين بتدعو الله في اليوم ده وبتعمل أعمال خير كتير، منهم اللي بيصوم ومنهم اللي بيصلي ومنهم اللي بيدعي ومنهم اللي بيتصدق، كل دول رب العزة سبحانه وتعالى مطلع عليهم وشايفهم. وطبعا رب العزة سبحانه وتعالى بيستجيب لكل الناس دي، لأن رب العزة سبحانه وتعالى لا يرد دعاء عبد رفع يديه إليه، ولكن في ناس بيستجاب لها الدعاء بتاعها وبتتحقق الحاجات اللي هم طالبينها، وفي ناس بتدخر دعواتهم للآخرة ربنا بيجازيهم عنها. طب الفرق بين دول ودول إيه؟ الفرق حاجتين: إن رب العزة سبحانه وتعالى لما ينظر إلى قلبك ويبص عليك ويشوف حالك يعرف إنك خاضع ومحتاج ومنكسر لله سبحانه وتعالى. والحاجة الثانية الصدق في الدعاء والصدق في الطلب، إنك تكون محتاج بجد، إنك تكون عايز بجد، إنك تتوجه لله بجد وتدعو الله بصدق، تتفرغ لله في اليوم ده. ربنا يبص عليك يلقاك محتاج فعلا، يلقاك منكسر في قلبك فعلا، يلقاك بتجتهد على قد ما تقدر فعلا في انك محتاج الشيء اللي انت بتدعي بيه رب العزة سبحانه وتعالى وعايزه يحققه لك وعايزه يعمله لك. صدقني اقسم بالله العلي العظيم، ودي نصيحة محب، لو دعيت ربنا بقلبك وبصدق وبأمانة وبإخلاص وربنا بص على قلبك ما لقاش في قلبك لا حقد ولا غل ولا حسد ولا كره ولا بغض لأي حد، ولقى قلبك أبيض صافي كالحليب، رب العزة سبحانه وتعالى عمره ما حيرد لك دعوتك، ولازم حيستجيب لك ولازم حيجبر بخاطرك. ولكن زي ما قلت لك طهر قلبك من كل شوائب الدنيا، وفي نفس الوقت ادعيه بصدق وادعيه بتضرع وادعيه بانكسار، وخليك منكسر بين يدي الله في اليوم ده. تصدق في اليوم ده، صلي في اليوم ده، صلي صلوات كتيرة جدا، صلي نوافل كتيرة جدا، ادعي كتير جدا، استغفر ربنا كتير جدا، حاول تعمل طاعات على قد ما تقدر في اليوم ده، خلي ربنا يبص عليك ويشوفك على مدار اليوم وانت مجتهد في الطاعات وبس. لو قدرت تتفرغ في اليوم ده للعبادة لله وبس، تفرغ وحاول تعمل ده وادعي ربنا كتير، وصدقني رب العزة سبحانه وتعالى حيستجيب لك. ده الفرق بين اللي ربنا بيستجيب له في الدنيا واللي ربنا بيدخر له دعائه في الآخرة. فلو ربنا اطلع عليك وشاف صدق نيتك وشاف احتياجك فعلا وشاف انكسارك وبكائك وتذللك ليه في اليوم ده، حيستجيب لك دعوتك وحيديك حاجتك، لأن ربنا
سبحانه وتعالى ما يرضهوش إنه يكسر بخاطر عبده، إن عبده يكون توجه له وهو منكسر ومحتاج وعايز منه ويرد خائب. فحذاري ثم حذاري ثم حذاري إن اليوم ده يضيع منك. صدقني أقسم بالله العلي العظيم إن اليوم ده هو يوم تحقيق الأمنيات. أنا اليوم ده بسميه هو يوم تحقيق الأمنيات وإنالة الرغبات واستجابة الدعوات، وكل اللي انت عايزه من رب العباد ورب الأرض والسماوات حيديهولك أيا كان هو إيه. خسران 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 اللي هيعدي من تحت إيده اليوم ده. شوف انت عايز إيه وجهز حاجتك من دلوقتي واستعد لليوم ده وفرغ نفسك ليه، وتفرج على عجائب ومعجزات وكرامات الله سبحانه وتعالى هتجيلك إزاي وحيبهرك بيها إزاي. وربنا يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين أجمعين، وربنا يسعدكم ويكرمكم ويعطيكم ويرضيكم ويستجيب دعواتكم أجمعين. لكل اللي شاف المقطع والكل اللي شارك المقطع والكل اللي تفاعل مع المقطع والكل اللي دعا رب العزة سبحانه وتعالى هو لي حاجة عند رب العزة سبحانه وتعالى. اللهم استجب منكم واستجب دعواتكم وحقق رغباتكم وتقبل منكم هذا اليوم العظيم، صائمين طائعين قائمين ساجدين راكعين منيبين إلى ربنا سبحانه وتعالى عابدين. اللهم آمين.